السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناة سيسترز فود، الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة بالخضار بطريقة جميلة. وزي ما احنا شايفين ان الخضار بتاعنا يعتبر الاحجام كلها قريب من بعضها، مش مقطعين البطاطس والجزر قطع كبيرة. هنبدأ نجيب الحلة بتاعتنا وننزل بكام فص دهنة. لو حابين تستبدلوه بزيت نباتي او سمنة عادي حسب رغبتكم. هننزل بحباية كبيرة من البصل، تكون متقطعة تقطيعة متوسطة، معلقة فلفل أسمر. هنبدأ نشوح البصل مع الدهنة والفلفل تشويحة لمدة دقيقة مش أكتر، نطرد بس ريحة البصل. بعد كده هننزل باللحمة بتاعتنا، هتكون نية. هنبدأ نشوحها لمدة 5 دقايق مع البصل والفلفل علشان نديها صدمة قبل ما ننزل عليها بعصير الطماطم والخضار بتاعنا. واحنا بنشوحها كده هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونبدأ نشوح اللحمة بالثوم والبصل بتاعنا عشان بتدي نكهة جميلة جدا. احنا يا دوبك بندبلهم بس تشويحة، منحمرش البصلة. هنبدأ ننزل بقى بالبسلة بتاعتنا، دي يعتبر اكتر نوع من الخضار بياخد وقت في السوا، فبننزل بيه هو الاول. بنبدأ نشوح البسلة مع اللحمة والبصل تشويحة كده لمدة 5 دقايق مش اكتر، يا دوبك يتشوحوا كده مع بعض وياخدوا نكهة من بعض. هنبدأ ننزل بعصير الطماطم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة بهارات، معلقة صغيرة من الملح علشان اللحمة ما تاخدش وقت معايا في السوا. اول ما تبدأ تغلي لمدة 5 دقايق هنبدأ نهدي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها، لان احنا عارفين اي اكل بيبقى طعمه جميل جدا وهو بيستوي على النار الهادية. هنكون بقى مجهزين معانا حباية من الكوسة، حباية جزر، حباية بطاطس، هنقطعهم تقطيعة صغيرة زي ما احنا شايفين كده. بس المرحلة دي بننزل بالخضار دوت لما تكون البسلة واللحمة يعتبر استووا. قبل ما ننزل الاكل بتاعنا بحوالي 10 دقايق بنقطعها تقطيعة الصغيرة دي علشان ما تاخدش وقت معانا في السوا، وتبقى الاحجام كلها قريب من بعض. هي كده بقت جاهزة، بنقدمها بقى مع رز مع اي حاجة احنا حابينها. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، ونتقابلوا باذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم.